أهلا وسهلا متتبعي قناة نورسين شانيل، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وفي وصفة جديدة. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الصوص شوكولاتة خطيرة، مقادير جد سهلة واقتصادية. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ذلك ما تنسوش تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد، وأيضا ما تنسوش تخليوا لي لايك وكومنتير زوين. وهيا نبدأ على بركة الله. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو هنايا نص كاس قياس كاس العنبه. انا مهم هادو قياس كاس ديال العنبه، غير عملته انا في هاد الكيسان، ولكن عبرت في كاس العنبه. نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، ونص كاس ديال الزيت. يمكن لكم نتوما تضاعفوا المقادير وتعملوا يعني قياس ديال السكر هو نفس قياس ديال الحليب، هو نفس القياس ديال الزيت. المهم انا استعملت هنايا نص كاس نص كاس نص كاس. وهنايا استعملت جوج ساشي ديال الكاكاو، كل ساشي 7 غرام. يعني هي بالوزن ديال جوج ساشيات هي 14 غرام. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. جبت هنايا واحد الخلاط كهربائي وضعت فيه جميع المكونات لهذا الشكل هذا، وغادي نطحنوهم مزيان. المهم خليكم باش تشوفوا يعني الصوص الشوكولاته كيف جات في الاخر. هانتوما تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات ثقيله وجات واعره واعره. المذاق ديالك كافتي خطير وكيشهي نتمنى تجربوها بهذه الطريقه، صالحه لجميع الكيكات الحلويات، يعني بلا ما تبقاو تذوبوا الشوكولاته وتذوقوا به. فهاد الوصفه هذه صالحه لجميع جميع الحلويات، واي حاجه بغيتو تزينوها بها. كما كتشوفوا كتجي خاطره وكتجي ثقيله، وصراحه المذاق خطير. يا سلام، كنتمنى تجربوها ما غتندموش عليها، غتعتمدوها ان شاء الله في جميع الوصفات ديالكم. وانا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وايضا ما تنسوش تخليوا لي لايك وكومنتير زوين.